السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في 2023 للحديث عن شواطئ راس البر كلها. طبعا في 2021 في بعض المعلومات قلتها غلط كده شوية يا جماعة، خاصة تحديدا بشواطئ القوات المسلحة، وهوضحها طبعا لحضراتكم، واكيد بعتذر طبعا عن المعلومة اللي قلتها في 2021 ولكن هنصححها ان شاء الله في 2023. ولكن قبل ما نبدأ الفيديو، لو انت مهتم باخبار جمصة او راس البر، طبعا هتقدر تعرف كل الاخبار وكل شيء من خلال طريقتين. الطريقة الاولى قناة الوصال على اليوتيوب وصفحتها طبعا على الفيسبوك، وكمان من خلال جروب فين في جمصة الاقي اللي من خلاله تقدر تجاوب على كل سؤال عندك. ممكن تخش تكتب السؤال وهتلاقي مليون واحد بيجاوبك على اي حاجة انت عايزها. لكن خلونا النهارده نتكلم عن شواطئ راس البر في السنه الجديده، الاسعار، اسعار دخول الشواطئ الخاصه، كمان اسعار الشماسي والكراسي، كل ده ان شاء الله يكون من خلال الفيديو. وخلونا الاول نبدا مع حضراتكم ونوضح انه الفيديو هيكون عباره عن توقيت، احنا بدري، يعني احنا في توقيت ساعه بنتكلم مثلا الساعه 8 الصبح، فبالتالي هتلاقوا الجو هادي شويه، ولكن البحر جميل والدنيا جميله، وهنشرح ده بقى لحضراتكم. عايز اقول الاول انه الشواطئ الخاصه في راس البر عباره عن 4 شواطئ. الشاطئ الاول هو شاطئ النخيل اول واحد، وبعدين شاطئين، واحد للقوات المسلحه وواحد لضباط الشرطه، وبعدين بقى في النهايه خالص شاطئ الخليج، وده هنتكلم عنهم وكل واحد في وقته. نروح على طول مع حضراتكم عشان نتكلم عن كل الاخبار وكل المعلومات وتعرفوا كل حاجه عايزين تعرفوها عن شواطئ راس البر. في البداية يا جماعة، وقبل ما نتكلم عن أي حاجة لازم نقول نقطتين. النقطة الأولى إن إحنا بنشكر كل السادة الأفاضل اللي دخلونا الشواطئ الخاصة والعامة براس البر، وكانوا متعاونين معانا في أي سؤال بنسأله، فبشكرهم من خلال الفيديو ده، ولو شكرا جزيلا لحضراتكم. النقطة الثانية، في بداية الفيديو أنا قلت إن هم 4 شواطئ خاصة في راس البر، والمعلومة دي غلط، لا هم 5 شواطئ، لأننا ما كناش نعرف إن في شاطئ خاص بفندق شتيجن برجر الموجود في راس البر، وطبعا ده هيكون موجود بالفيديو ومتصور، وكل المعلومات الخاصة بالشاطئ ده هتكون موجودة في الفيديو ده. فأشكر حضراتكم في البداية، وبشكر كل اللي تعاون معانا في إخراج هذا الفيديو. نروح بقى في البداية كده مع الشواطئ العامة، والبداية طبعا أكيد مع شاطئ 101 أول شواطئ راس البر العامة. طبعا هو شاطئ جميل جدا وليه باركنج خاص زيه زي اغلب الشواطئ الموجوده في راس البر العامه، برضه في الخاص الكلام ده، وخلينا برضه نتكلم. طبعا هو معاه كورنيش ممتد على امتداد راس البر. طبعا الرجاله دي، طبعا الرجاله المحترمه اللي قابلونا مقابله جميله جدا، بنشكرهم جدا، واللي قالوا لنا على الاسعار. طبعا زي ما انتم شايفين النظافه مهتمين بها جدا في المكان. وخلونا بقى مع اسعار الشماسي والكراسي. البداية أو خلينا نقول كده في الوسط من 120 180 على حسب الاتفاق اللي بيتم بينك وبين أصحاب الشماسي والكراسي. طيب إيه هم بقى اللي هاخدهم؟ مثلا في متوسط 100 جنيه باخد شمسية و4 كراسي، شمسية و4 كراسي من 80 حتى 120 جنيه. كمان في هناك بدلات، البدلات اللي انت ممكن تركبها وتنزل فيها في المية دي من 100 ل 120، وبيركب فيها عدد 4 أفراد بيدخلوا جوه مع الكابتن اللي طبعا بياخدهم في الميه عشان لو لا قدر الله جرى اي حاجه يبقوا في الحمايه وفي الامان. وطبعا بيكون التصوير جوه من خلال الكباتن ومن خلال الاداره الموجوده. زي ما قلت لحضراتكم، الجميل في الموضوع انه الشاطئ نظيف جدا، مهتمين بالنظافه ومهتمين ان هم يحافظوا على المكان. زي ما انتم شايفين كمان رجال الانقاذ موجودين من بدايات ساعات العمل علشان خاطر يوفروا لحضراتكم الامان الكامل في شط 101 او في الشواطئ العامه بامتداد راس البر بشكل كبير. طبعا زي ما قلت لحضراتكم مهتمين اهتمام كبير بالنظافه، زي ما حضراتكم شايفين يمكن عربيه النظافه موجوده من بدايه ساعات اليوم علشان خاطر يحافظوا على نظافه المكان، وان انت تقدر تستمتع في شاطئ 101 باجازه جميله باذن الله. طبعا دي الاسعار ودي المكان، حبينا نرد على حضراتكم ونروح لشاطئ تاني. كملنا بقى لحضراتكم ورحنا شاطئ 77 عشان نعرف الاسعار فيه ونشوف اسعار الشواطئ العامه. طب يعني ايه اصلا شاطئ عام؟ يعني شاطئ بدون تذكره دخول، يعني تدخله ببلاش، لكن القعده على الشمسيه والكرسي ده بقى هو اللي بيكون بمقابل، لكن تقدر تدخل ببلاش، وكمان لو معاك شمسيه وكرسي انت تقدر تقعد، ولكن برضه في الصفوف الثانيه. طيب المنطقه اللي هي 77 او منطقه السويسي او ابو ابراهيم، الاسعار فيها عامله ايه في الشماسي والكراسي؟ احنا طبعا سالنا المسؤول الاستاذ ابو ابراهيم، وسالنا طبعا الرجاله الكابتن محمود والكابتن اكرامي اللي قالوا لنا على الاسعار. طيب الاسعار عباره عن ايه في الشماسي والكراسي؟ نقدر نقول ان القطعه ب 10 جنيه. يعني ايه؟ يعني سيادتك هتاخد شمسيه و3 كراسي وترابيزه ب 50 جنيه، 5 قطع ب 50 جنيه. طيب لو حابب بقى تزود، برضو بتزود 10 جنيه على كل قطعه بتاخدها. كمان زي ما انتم شايفين المكان زيه زي بقية شواطئ راس البر العامة،
كلها مهتمه بالنظافه وكلها مهتمه بالمكان. احنا كنا طبعا بنصور فيه بدري، فبالتالي الجو كان هادي وزي ما انتم شايفين. طيب البدلات بقى بكام؟ البدلات هناك في المنطقه دي يا جماعه اقل شويه. طبعا ده الكابتن محمود اللي بشكره جدا على المقابله الطيبه، انسان محترم يعني. البدلات هناك بتكون من خلال طبعا على شواطئ راس البر بشكل عام، من خلال الكباتن او المنقذين الموجودين على الابراج. زي ما انتم شايفين البدال، وطبعا ده الكابتن اكرام اللي برضه بنشكره. السعر بقى كام في الساعه للبدال؟ 100 جنيه، والنص ساعه ب 50 جنيه. بيركب كام واحد؟ بيركب 6 افراد برضه مع البحار او مع المنقذ عشان الامان. طبعا الكابتن اكرام قايم بدور وهو وكل المنقذين على الشواطئ العامه برأس البر بشكل عام. زي ما قلت لحضراتكم 50 جنيه 5 قطع بتاخدهم على البحر. كمان المركب اللي كان قدامكم ده هو مركب علشان خاطر الامان، وان محدش يتخطى الحدود المرسومه داخل الشط او داخل بحر راس البر بشكل عام. وده طبعا كان شاطئ 77 او منطقه السويس. وبكده نكون خلصنا الشواطئ العامه اللي تقريبا بتتشابه في الاسعار وفي الشكل العام للشواطئ العامه. دلوقتي بقى احنا رايحين لاول الشواطئ الخاصه، وده طبعا شارع النخيل اللي بيودينا لشاطئ النخيل. ولكن قبل ما نتكلم عن شاطئ النخيل خلونا الاول نتكلم عن شواطئ ضباط الشرطه والقوات المسلحه. طيب ليه؟ لانه الشاطئين دول للاسف ما قدرناش نصور جواهم، وطبعا الطريق ده اللي بيودينا ليهم لانه ممنوع التصوير جواهم، ولكن جبنا الاسعار. طيب هتخش بقى القوات المسلحه بكام؟ الفرد ب 30 جنيه تذكره دخول، والعربيه 10 جنيه. اما الشماسي بتدخل جوه تدفع 100 جنيه للشماسي والكراسي، وهم عباره عن 4 كراسي وشمسيه. يعني ال 30 جنيه وال 10 جنيه للعربيه دي تذكره دخول بس، غير ال 100 جنيه اللي بتدفعها جوه. نفس الامر بالنسبه لفندق ضباط الشرطه، ولكن مع اختلاف بسيط في تذكره الدخول اللي بتكون 50 جنيه للدخول، ونفس الامر بالنسبه بقى لفكره الشماسي والكراسي بتكون برضو 100 جنيه. لكن زي ما قلت لحضراتكم القوات المسلحه انت تدخل ب 30 جنيه، والشمسيه والكرسي الاربعه والشمسيه ب 100 جنيه. نفس الامر في ضباط الشرطه، ولكن تذكره الدخول بتكون 50 جنيه للفرد. نروح بقى على طول لشاطئ النخيل علشان خاطر نوري لحضراتكم ونتكلم عن اسعار. شاطئ النخيل واحد من افضل الاماكن اللي ممكن تزورها في راس البر من حيث الشواطئ الخاصه. طبعا محتاج عربيه عشان تكون موجود في الشاطئ، ولكن في النهايه خلونا نتكلم على مميزاته: خصوصيه، امان، مكان مغلق عليك، عدد قليل من الناس لانه طبعا المكان في الاول خالص، هدوء تام، نظافه تامه في المكان. بصراحه المكان رائع. طبعا اسعار الدخول هناك التذكره بتكون ب 50 جنيه للفرد. 50 جنيه للفرد شامله الكرسي والشمسيه. يعني لو افترضنا جدلا ان انت 4 افراد بتاخدوا الواحد ب 50 جنيه، بتاخدوا 4 كراسي وشمسيه في المكان، يعني 200 ياخدوا 5 حاجات. طيب فرضا بقى ان احنا عدد اكتر من كده وعايزين نستمتع بالمكان، زي ما قلت لحضراتكم برضو الاوبشن ده موجود هناك، لان موجود حاجه اسمها البرجيله. ولكن خلونا الاول نشوف الشماسي والكراسي والشكل العام للمكان الموجود داخل شط النخيل. زي ما قلت لكم المكان هادي جدا خصوصا في اول النهار. طبعا دي البرجيلات اللي قدامكم اللي زي ما قلت لحضراتكم هتكلم عنها. البرجيله دي عباره عن ايه؟ ان ممكن انتوا مثلا لو رحله 10 15 واحد تاخدوها ب 400 جنيه، يعني تاخدوها وتقعدوا فيها وتقيموا اليوم كله تحت البرجيله دي. طبعا عندك الشط، طبعا بتستمتع كمان بالحمامات اللي موجوده، بتستمتع بكل شيء الا الكراسي والشماسي. البرجيله بتدفع لها 400 جنيه لو انتوا 10 افراد، اما لو كنت فرد لوحدك جاي زي ما انا كده قاعد وموجود بدفع 50 جنيه للكرسي والشمسيه. وكل ما زاد العدد كل ما زادت الفلوس، لان زي ما قلت لحضراتكم التذكره 50 جنيه، الدخول شامل الدخول وكمان تذكره الشمسيه والكرسي بتاعه القعده. لكن البرجيله اللي حضراتكم بتشوفوها دي زي ما قلت لحضراتكم تاني بتكون ب 400 جنيه، ممكن يكون فيها 10 افراد 15 فرد، ودي مناسبة جدا للرحلات. والمكان جميل بصراحة وهادي زي ما قلت لحضراتكم خصوصا في أول النهار زي ما احنا مصورين. زي ما انتم شايفين البرجيلة طبعا ده سامح وقاعد مزاجه رايق، لأنه بصراحة القعدة كانت حلوة جدا 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 بصراحة، حبيناها خصوصا إن احنا كنا في أول اليوم وكان الشط هادي زي ما انتم شايفين. يعني ده الشط بشكل عام
شط جميل ان شاء الله يعجب حضراتكم، لو موجودين فيه ان شاء الله تشرفونا، من خلال طبعا اكيد الاداره والاستاذ محمد كل الافاضل الموجودين في شط النخيل. نروح بقى لشط تاني. نيجي بقى لشاطئ الخليج. بصراحة واحد من الأماكن اللي أنا بحبها، خصوصا إنه ميته هادية، لأنه متحوط بصخور فبالتالي بيمنع الموج وبيخلي الموجة هادية، فالعيال يقدروا لو أطفال ولا بتاع يقدروا يستمتعوا بالمكان. المكان مش كبير ولكنه هادي. طبعا المكان متكامل، بيفضل فاتح لحد الساعة 8 مساء. بعد 8 مساء بقى بيكون تبع الكافيه. طيب أسعار التذاكر إيه أو أسعار الدخول إيه؟ لو افترضنا جدلا ان انتوا اسره مكونه من 4 افراد بتدفعوا 300 جنيه بتاخدوا شمسيه و4 كراسي. طيب لو بقيتوا مثلا 3 يبقى 250 ويبقوا 3 كراسي بس مكان ال4. طيب لو بقيتوا 2 يبقى 200 جنيه يعني شمسيه وكرسيين. طيب لو هتاخد بقى برجيله، يعني اللي هي بتبقى ورا دي، ورا الشماسي دي زي ما انتم شايفينها هتبان في الفيديو، تاخدوا برجيله بقى. البرجيله بتبقى عباره عن ايه؟ برجيله اللي هي شمسيه كبيره، 4 كراسي وترابيزه، دول ب 400 جنيه. لكن لو هتضيف كرسي زياده، يعني مثلا العدد زياده وهتضيف كرسي زياده، الكرسي ب 50 جنيه. طبعا الشط مستقل ومجاور لشط تاني هنتكلم عنه دلوقتي، والشط هادي زي ما قلت لحضراتكم، بيفضل موجود لحد الساعه 8 مساء. بعد كده بيتقفل الشط وممنوع النزول، ولكن بيكون تبع الكافيه. تقدر تتواجد في الكافيه وتشرب اي مشروب وتدفع ثمن المشروب بتاعك. طيب عايز تقعد بس بتدفع 50 جنيه ثمن الكرسي والقعده. طبعا هيبان معانا دلوقتي على طول الشط زي ما انتم شايفين، لانه هادي جدا زي ما قلت لحضراتكم، مفيش موج كتير لانه مفيش اصلا معمول له صخور، فبالتالي بيكون هادي. كمان هيبان مع حضراتكم دلوقتي البرجيله اللي هي اللي ورا دلوقتي، اللي ورا الشمسيه دي الشمسيه العاديه، اما البرجيله بيكون ليها وضع تاني وهتبان دلوقتي حالا مع حضراتكم. دي هي البرجيله اللي بتاخدها زي ما قلت لحضراتكم ب 400 جنيه، معاها ترابيزه و4 كراسي. لو هتزود عن كده كل كرسي ب 50 جنيه. وهو ده شاطئ الخليج زي ما قلت لحضراتكم، اتكلمت عنه قبل كده. مكان رايق، مكان هادي، مكان تقدر تآمن فيه على اولادك، خصوصا انه مغلق وليه بوابتين تقدر تدخل من اي واحده فيهم وتستمتع بوجودك داخل شط الخليج، اللي هو اخر شط موجود في شواطئ رأس البر، وقريب خلاص من اللسان وقريب من كل الاماكن الحيويه داخل مدينه راس البر. نستمتع ان شاء الله لما نيجي فيه ونكون موجودين ونشوف المكان ونستمتع بالميه من خلال شاطئ الخليج. ونيجي بقى لاخر شط معانا، هو شط الرفاهيه. طبعا شط فندق شتيجن برجر الموجود في راس البر، الفندق الشهير المعروف. ده شاطئ خاص بيه، فلو انت مثلا نزيل من نزلاء الفندق فانت بتدخل الشط بلا ادنى مقابل، لانك خلاص الشط ده تابع للفندق، وبالتالي انت مشترك وتقدر تتواجد سواء في حمام السباحه او في الشط ده. طبعا زي ما انتم شايفين موجود ارشادات وبعض التحذيرات اللي بتقولها الاداره ليك، وكمان موجود جوه ملعب كوره صغير علشان تقدر تمارس فيه لو انت حابب يعني تلعب رياضه، وكمان ملاهي يعني بسيطه كده للاطفال، حاجه لذيذه كده. وكمان المكان على درجه كبيره من النظافه، مستحيل تلاقي اي ورقه او اي هزار في المكان ده لانه حاجه عالميه، شركه عالميه، فطبيعي كل ده موجود. اللي انتم شايفينه ده هي البشاكير اللي بتستخدمها مرتين في اليوم، يعني ليك ان انت تغير البشكرين دول في اليوم. طيب السعر ايه علشان خاطر تبقى موجود جوه لو انت بعيد عن انك انت نزيل او ان انت جست في الفندق الخاص بالشاطئ؟ طبعا ده الشاطئ بتاعه، والشاطئ مستقل بيه مغلق عليه، ممنوع دخول اي حد تاني من بره. انت بتدفع 300 جنيه للفرد وتبقى واخد الشезлونج والشمسيه، وزي ما قلت لحضراتكم تستمتع بالميه وكمان تستمتع بالالعاب او الاماكن اللي جوه. طيب ال 300 جنيه دي للفرد؟ ايوه للفرد. لو فردين 600 جنيه وهكذا. طبعا زي ما انتم شايفين موجود كمان برج مراقبه وناس سباحين علشان خاطر يحموك من اي حاجه، وكمان موجود التحذيرات الامنيه اللي بيحاولوا فيها يحافظوا عليك. طيب لو افترضنا جدلا ان انا معايا طفل من سن سنه حتى سن 5 سنين بدفع له؟ لا ما بتدفعلوش. طيب لو افترضنا بقى ان سنه من فوق ال5 سنين يعني 6 سنين حتى سن 13 سنه بتدفع 100 جنيه بس. نركز يا جماعه، من سن سنه حتى سن 5 ما بيدفعش فلوس، من سن
5 سنين او 6 سنين حتى سن 13 سنه بتدفع له 100 جنيه. اما الشخص البالغ اللي هو من 14 سنه وانت طالع مفتوح بسعر 300 جنيه علشان تستمتع بالمكان. ومش شرط خالص تكون من نزلاء فندق شتيجن برجر الموجود في رأس البر. زي ما انتم شايفين المكان جميل، المكان فيه كل اللي انتم عايزينه. طبعا بيجي مع ساعات الليل برضه بيتم اغلاقه، لان بيتم اكيد طبعا الموضوع يبقى كله كافيتيريا بقى، وتقدر انت تستمتع بالكافيتيريا الموجوده وطبعا تاكل وتشرب وكل حاجه. ده الشاطئ زي ما انتم شايفين بكل امكانياته. القعده مريحه جدا، هاديه جدا، ممكن تكون مناسبه لكل الاسر اللي حابه ان هي تستقل بذاتها وتبقى قاعده في مكان هادي بعيد عن الزحمه والكلام ده كله. فاكيد اختيارك هيكون الشاطئ الخاص بفندق شتيجن برجر. طبعا زي ما انتم شايفين دي الارضيه، نظافه موجوده في المكان. بشكر طبعا الاداره اللي سمحت لنا بالتصوير، بشكر كل الادارات اللي سمحت لنا بالتصوير. دي طبعا الشمسيه او البرجيله الموجوده داخل شط شتيجن برجر. طبعا ملاهي اطفال بسيطه ولذيذه وحاجه على قد الاطفال يعني. بصراحه القعده جوه هتبقى ممتعه، وتاني وتالت ورابع ان شاء الله تقضوا موسم جميل ويكون شاطئ شتيجن برجر واحد من ضمن اختيارات. وده كان فيديو النهارده معاكم من قناه الوصال على اليوتيوب، تقدروا من خلالها تعرفوا كل التفاصيل. اكيد طبعا لو الفيديو عجبكم، واتمنى يكون عجبكم ويكون فيه كل التفاصيل اللي انتوا عايزين تعرفوها. اكيد ما تنسوش بقى باللايك والشير والاشتراك في القناه عشان نوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.